عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. عزيزي، سمعت عن متلازمه الجثه المتحركه؟ النهارده هنتكلم عن اضطراب او متلازمه غير منتشره ونادره جدا. هنتكلم عن متلازمه كوتار او ما بتعرف بالجثه المتحركه. المتلازمه دي اضطراب نفسي نادر جدا، والمصاب بيها بيبقى عنده شعور او ان هو اوهام ان هو ميت او ان هو مش موجود اصلا، وان هو او مثلا حتى ان هو فقد جزء من اعضائه او ان اعضائه الداخليه مش موجوده. وفي الحاله دي ساعتها بيفكر ان هو يرفض ان هو ياكل، او ان هو ممكن يخش في حاله من ان هو خلاص هو فاقد ان هو عايز ياكل او اي حاجه، لانه شايف ان هو فاقد الروح. ودي الحاله دي ممكن توصل ان هو يفكر من الانتحار عشان يخلص من الحاله دي. بعد كده هنبدا بقى نتكلم عن الاعراض بتاع المتلازمه دي. واول حاجه وهي الاعراض العقليه، اللي ساعتها المصاب بالمتلازمه دي بيبقى عنده اضطرابات او اوهام ان هو مجرد جثه ما هوش عايش اصلا، وان هو بيبقى عنده دايما احساس بالفراغ وعدم الاهتمام، وساعات وكمان بيجيله حاله من الاكتئاب الشديد. وتاني حاجه وهي الاعراض الجسديه، اللي ساعتها المصاب بيبقى عنده شعور بعدم وجود الاعضاء اصلا الداخليه اللي موجوده في جسمه او الوظائف الحيويه بتاعته، وبالتالي بيرفض ان هو ياكل او يشرب لانه شايف ان جسمه اصلا مش محتاجهم. وكمان بيبقى عنده حاله من ان هو اصلا بيحس بالام او مثلا بيشتكي من بعض الالام في المناطق هي اصلا الحاجات دي او الشكوى دي مش موجوده. وثالث حاجه وهي الاعراض السلوكيه، اللي ساعتها المصاب بالمتلازمه دي بيبقى عنده الانعزال الاجتماعي، ما بيبقاش حابب ان هو يكون قاعد اصلا مع حد، بيحب ان هو ينطوي على نفسه، وكمان بيبقى رافض اي وسائل العنايه او العلاج. وكمان صاحب المتلازمه دي بيبقى عنده شكوى او ان هو فكره ان هو بيحاول يأذي نفسه او ان هو ينتحر عشان يخلص بس من الاوهام والمعتقدات دي. والمتلازمه دي ليها 3 مراحل، واول مرحله عندنا وهي المرحله الخفيفه، اللي بيبدا فيها ساعتها المصاب ان هو بيحس ان هو مجرد بس ان هو مش طبيعي او ان هو مش كامل او ان هو اصلا مش موجود، ودي بتكون مجرد افكار خفيفه او مش عنده تطرف جدا للافكار او الاوهام دي. وتاني مرحله وهي المرحله المتوسطه، ان المصاب فيها او المصاب بالمتلازمه دي يبدا يحس ان معظم او بعض اعضاء جسمه ما عادش موجوده او ما عادتش شغاله. وبعد كده بتيجي بقى ثالث مرحله، ان بتكون خلاص الاوهام او المعتقدات سيطرت على دماغه، وان ساعتها بتيجي بشكل كامل او ان هو خلاص هو شايف نفسه ان هو جسمه مات بالكامل او ان اعضاء جسمه كلها ما عادتش شغاله. طب ايه هي يا عزيزي بقى الاسباب اللي ممكن تكون سبب في الاصابه بالمتلازمه دي؟ واول حاجه وهي الاسباب العصبيه، اللي بتحصل ساعتها الاصابه بسبب خلل في الدماغ، فبالتالي بيحصل مشاكل في المناطق اللي بتكون مسؤوله عن الادراك بالجسم او الاحساس بالذات. وكمان مثلا لو حصلت ممكن تحصل نتيجه سكتات الدماغ او مشاكل مثلا في المناطق دي، او لو حد مثلا عمل حادثه زي الحوادث اللي بتحصل في الدماغ، فبالتالي ساعتها ممكن يكونوا معرضين في ان الاصابه بالاضطراب او المتلازمه دي. وتاني الاسباب عندنا وهي الاسباب النفسيه، اللي هي منها زي الاكتئاب الحاد، وان 89% من المصابين بالمتلازمه دي عندهم اكتئاب شديد. وكمان برضه الاضطرابات اللي هي الذهنيه زي الفصام او اضطرابات ثنائي القطب، المعتقدات بسبب المعتقدات الشديده دي او الحالات الشديده اللي بيكون عندهم معرضين بنسبه كبيره جدا ان هم يكون عندهم الاوهام بتاع متلازمه كوتار. وثالث الاسباب عندنا وهي الاسباب البيئيه او الاجتماعيه، اللي ساعتها المصاب بيبقى عنده مثلا ضغط مستمر او ان هو يكون تعرض لصدمات مجتمعيه. وكمان رابع الاسباب معانا وهي الاسباب الكيميائيه، اللي بتنتج ساعتها عن انخفاض مثلا النواقل العصبيه زي السيروتونين او الدوبامين، ودول المسؤولين عن اضطرابات المزاج او الادراك. بعد كده بقى هنبدا نتكلم عن طرق العلاج المستخدمه في التعامل مع متلازمه كوتار. واول حاجه عندنا هو العلاج الدوائي، اللي هم بيستخدموا ساعتها فيه الاخصائيين مضادات الاكتئاب عشان يعالجوا حالات الاكتئاب اللي تكون موجوده، وكمان مضادات الذهان عشان يقللوا الاوهام والمعتقدات اللي موجوده. وكمان برضه في نفس الوقت بيستخدموا مثبتات المزاج او اللي هي بتحسن الحاله المزاجيه اللي بيكون عندهم ساعتها. والتاني نوع هو العلاج بالصدمات الكهربائيه، اللي بيستخدم في الحالات الشديده جدا، وكمان بيستخدم عشان يحسنوا من الحالات او يحسنوا من الاعراض اللي بيكون موجوده ويقللوا منها. والثالث نوع هو العلاج النفسي، زي العلاج السلوكي المعرفي، اللي بيكون مثلا بيستخدموه في ان هو يوجه الافكار بتاعهم بطريقه صحيحه ويفهموا ان الافكار اللي بيكون موجوده عنه دي غير منطقيه. وكمان برضه بيستخدموا العلاج النفسي الديناميكي عشان يفهموا الاسباب العميقه حوالين المشكله او حوالين الاضطراب بتاع متلازمه كوتار. في النهايه لو انت عندك حد عنده المتلازمه دي، لازم تكون عارف كويس ان انت لازم تراقب حالته عشان تشوف الحاله
الحاله دي بتتحسن ولا لا، وان هو كمان تتابعه ان هو ياخد العلاج بطريقه كويسه او البرنامج العلاجي ويمشي عليه. وكمان تجنب ان انت تخش في جدال معاه، لان مهما جادلت او ان انت حاولت تقنعه بكلام هو مش مقتنع بيه هتخش في مشاكل اكتر. وكمان برضه في نفس الوقت ان انت تحاول توفر له بيئه خاليه من المشاكل، وان انت تكون موجود معاه وتدعمه لغايه لما يوصل ان الحاله بتاعته تتحسن. وبكده يكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب يكون استفدتم واستمتعتم. سلام.